عمرك حسيت انك متضايق من شخص معين بس مش عارف ليه؟ او فجأة كده بقيت مكتئب من غير سبب واضح؟ او قررت قرار كبير بس لما هديت حسيت ان ده مش منطقي؟ لو حصل معاك كده قبل كده فغالبا انت وقعت في فخ اسمه تأثير الاستكشاف الشعوري. في الفصل ده من كتاب أنت لست ذكيا إلى هذا الحد، الكاتب بيشرح لنا واحدة من أغرب الحيل اللي بيعملها دماغنا يوميا، إن إحنا بنتوقع مشاعرنا في المستقبل بطريقة غلط جدا. يعني دماغك بتقولك لو حصل كذا هتكون سعيد أو زعلان أو مرعوب، بس في الواقع مشاعرك بتبقى مختلفة تماما وقت حدوث الشيء اللي انت كنت متوقعه. الدراسات أثبتت إن الناس دايما بيبالغوا في توقع شدة مشاعرهم. زي ما في دراسة شهيرة اتعملت من جامعة هارفارد، لقوا إن الناس أو أثبتت إن الناس اللي تخيلوا فشلهم في علاقة معينة أو شغل أو نجاح توقعوا إنهم هيبقوا في قمة السعادة أو في قمة الحزن، لكن لما ده حصل فعلا مشاعرهم كانت أهدى بكتير من اللي كانوا متوقعينه. يا ترى المشكلة فين؟ المشكلة إننا بناخد قرارات بناء على المشاعر اللي احنا تخيلناها مش اللي هنحسها فعليا. يعني ممكن تسيب شغل أو ترتبط بحد أو ترفض فرصة معينة لمجرد إنك فاكر إنك هتندم أو هتفرح بشكل معين، بس الحقيقة مشاعرك وقتها بتبقى حاجة تانية خالص. لو خدنا أمثلة مثلا من حياتنا، ممكن تقوم قايل أنا مش هقدم في الوظيفة دي عشان ما اترفضش، ولو اترفضت هتحطم نفسيا جدا، بس الدراسة بتقولك إنك هتتعافى أسرع من اللي انت متخيله، ويمكن تنسى الموضوع ده في أقل من أسبوع، طبعا باستثناء أشياء تانية ممكن تأثيرها يكون كبير قوي معانا. لو خدنا مثال تاني، ممكن تقوم قايل لو أنا اشتريت الموبايل الغالي ده هبقى أسعد واحد في الدنيا، بس بعد كام يوم بتحس انه عادي خالص، الموضوع مش بالسعادة اللي انت كنت متصورها. وده فعليا حصل معايا انا كتير، كنت بقى مستني مثلا ان انا عايز اشتري حاجة معينة وهموت فعلا عليها من وانا صغير لحد دلوقتي، ولما باجي اشتريها فعليا بكتشف ان مشاعري اهدى بكتير من اللي انا كنت متوقعه، او بكتشف مع الوقت انه كان عادي، يعني ما كانش بالطريقة الكبيرة المهولة اللي انا كنت متصورها. يا ترى ايه السبب في الموضوع ده؟ الكاتب بيقولك ان السبب الاساسي هو اننا بننسى ان دماغنا بتتكيف عاطفيا بسرعة. يعني عندنا قدرة رهيبة على التكيف مع اي وضع جديد، وده معناه ان مشاعرنا الحقيقية بعد اي حدث بتكون اهدى واقل تطرف من اللي احنا بنتوقعه، ويمكن تكون اعلى برضو من اللي احنا بنتوقعه. طب نعمل ايه؟ اول حاجة، ما تصدقش اول توقع شعوري يجي في دماغك. رقم 2، لما تحس انك هتفرح او هتتحطم لو حصل كذا، اسأل نفسك تاني، هل ديت فعلا مشاعر حقيقية ولا مجرد توقع في حالة من حالات التهويل او حالة من حالات التضخيم؟ رقم 3، خليك دايما فاكر انك هتتكيف زي ما تكيفت مع حاجات كتيرة قبل كده، وديت من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا، ولكن ليها أثر من نوع تاني، إن إحنا أحيانا بنبالغ قبل ما الشيء ممكن يحصل، أو ليها تأثيرات من نوع تاني. الخلاصة هنا إن مشاعرك مهمة جدا، لكن مش دايما توقعاتك ليها صادقة، وكتير من قراراتك محتاجة مراجعة، مش لأنك مش عارف، بس لأن دماغك بنسبة كبيرة أو ساعات كتيرة بيبالغ وبيضحك عليك.